لما الشخص اللي انت بتحبه ومرتبط بيه يكون كويس معاك ومبسوط انت وهو جدا، فجأة يسيبك في نص الطريق بعد ما كان بيبذل مجهود علشانك وعلشان تكون مبسوط. فطبعا الشيء ده بيعلقك اكتر بيه وبيخليك تسأل اسئلة بلا اجابات، وبتحس بمشاعر سلبية كتير ومش عارف تتصرف ازاي. فبتلاقي تصرف انت بتعمله ممكن ينعكس ضدك، فبتلاقيه بيبعد اكتر. فالشيء ده بيحصل كتير، وتصرفاته دي ليها تفسيرين اتنين. تمام. التفسيرين بعد ما اقولهم لك بناء عليهم هيكون ليك خيار انك تعمل حاجة من اتنين. واضحين كده؟ طيب، التفسير الاول ان انتهاء فرحة البدايات. فرحة البدايات دي بتكون اجمل جزء في العلاقة، اللي بتكون فيها اندفاع المشاعر القصوى في الاول، والفترة دي بتبدأ مثلا من شهر ل3 شهور. فانت اذا الشخص اللي معاك عديت انت هو ال3 شهور، هتكتشفوا على الصعيد النفسي حاجة غريبة جدا، ان كان كل واحد فيكم في الاول حاطط ماسك او قناع بيبرز افضل ما في شخصيته قدام الطرف التاني. يعني انت بتبين اجمل جزء في شخصيتك، والطرف اللي قدامك برضو بيبين لك اجمل جزء من شخصيته، علشان الهدف يكون في الاخر ان انتوا الاتنين يعني توصلوا لحتة الحب العميق ما بينكم. للأسف بعد فترة البداية دي ما بتنتهي، أو الشغف بينتهي بمعنى أدق، كل واحد فيكم بيخش في اختبار، اللي هو أنا فعلا بحب الشخص اللي قدامي ولا لأ. يعني عشان دايما أنا في مقولة جدا بحبها بتقول الحب الحقيقي بيبدأ بعد انتهاء الشغف. فإذا الشغف بتاع الحب أو فرحة البدايات انتهى، ولقيت بعد كده أنت مش حاسس بمشاعر او هو مش حاسس بمشاعر تجاهك، هنا في مشكله. فالاحتمال الاول ان الشخص يكون بمجرد ما انتهت مشاعر البدايات وانتهى الشغف وابتدى الاختبار الحقيقي لفكره هل انا فعلا بحبه من عقلي ولا لا، اخد بعضه ومشى، يبقى هو ما حبكش، هو حب بس فرحه البدايات. الاحتمال الثاني، انتوا كملتوا بعد فرحه البدايات وكل واحد فيكم اختار برضه ان هو يكمل مع الشخص اللي قدامه، بس من كتر حبك واظهاره والصلاحيات اللي انت بتديها له اللي انت مش المفروض تديها له، ضمن وجودك. بقت الاشياء اللي انت بتعملها تطوعا منك بقت حق مكتسب. الحاجات دي كونت عنده مرارا وتكرارا صورة نمطية عن السلوكيات اللي انت بتعملها، فبدأ يحس بالتشبع. عارف انت لما تكون جعان قوي وتيجي تاكل مثلا اكله تخلصها كلها فتشبع، لو جالك بعديها على طول اشهى والذ اكل في العالم، نفسك مش هتستطيبه. ليه؟ لانك خلاص اشبعت الشعور ده جواك. نفس الفكره برضو بتنطبق على المشاعر. لما انت تغدق عليه من كرمك ومشاعرك وعواطفك وافصاحك عن اسرارك وكل الحاجات اللي انت بتظن انك انت لما تعملها الطرف اللي قدامك هيحبك ويتعلق اكتر، هيرق قلبه، هيتنازل، بتيجي هنا بتكتشف العكس، ان الشيء ده بيخلي الطرف اللي قدامك يبعد اكتر، يضمن وجودك. يضمن وجودك مش بالضروره ان هو بيكرهك او ان هو ممكن مش عاوز يكمل معاك، وانما خلاص المجهود اللي انا كنت المفروض ابذله في الاول عشان اخلي الشخص ده يحبني ويتعلق بيا ما بقتش مضطر ابذله دلوقتي، لان هو بقى بيموت فيا. فالتفسير الثاني ان الشخص جاله شيء من التشبع، حفظك، عرف اولك واخرك، فبالنسبه له مفيش دافع يجبره ان هو يبذل مجهود علشان يخليك موجود. اوكي. فانت هنا دورك في عز المعاناه دي، طبعا انا حاسس بيكم مقدر ده، تسال نفسك سؤال مهم: انا فين من دول؟ انا شايف ان الشخص اللي قدامي هل بعد فرحه البدايات على طول اخد بعضه ومشى؟ خلاص، يبقى من البدايه اصلا هو كده كده ما كانتش ريليشن شيب، هي من اول اختبار طار. فدي حاجه ما تخليكش تزعل على الشخص ده. الزعل الحقيقي لما الطرف يعدي معاك فرحه البدايه وتاخدوا اسابيع وشهور وتبقوا عشره، فبرضه ياخد بعضه ويمشي ويختفي بالشكل ده. هنا ده يعرفك ان انت كان عندك مشكله، انك انت اللي كنت ماشي ورا قلبك على حساب عقلك. عقلك كان بيحذرك باجراس عقليه وانت ما كنتش بتركز على ده. طبعا انا مش بلومك وبقول لك انك انت الغلطان، الغلط على الطرف الثاني، بس انت برضه ليك غلط لانك انت ما كنتش عامل حساب ليوم شبه كده وعامل حساب عقلك. اوكي. طيب، دلوقتي الخيارين. اوكي. بناء على الاحتمال، طبعا انت دلوقتي عارف انت فين من دول، هل موضوع فرح البدايات ولا موضوع ضمان وجود؟ اوكي. بناء على ده قدامك خيارين وانت تختار ما بينهم. طيب، الاختيار الاولاني هي فكره ان انا لو الموضوع حاسس ان هو بيميل ناحيه البدايات شويه، بس العلاقه دي مظلومه، ممكن لو عدينا باختبار ما بعد انتهاء فرحه البدايات ممكن نكمل مع بعض. انا بقول لك حاول تاني مع الشخص ده، حاول تاني بكل الطرق،
بس طبعا يعني بالطرق تكون بسيطه، اللي هو ما تفرضش نفسك عليه، ما تجبرهوش، ما تزنش، ما تحاولش ان انت تقنعه ان هو يكون موجود في حياتك، مفيش حاجه اسمها كده. ولكن اللي اقصده ان انت حاول تقرب المسافات، تشوف ايه الحاجه اللي ممكن تخليكم تتفاهموا مع بعض، الحاجه اللي بتضايقه ما تعملهاش، الحاجه اللي انت كمان بتضايقك وعاوزه هو ما كمان ما يعملهاش فتقول له ما يعملهاش. اوكي، اللي هو هيكون فرصه ان انت تتفاهم مع الشخص اللي قدامك اكتر، وتعرفه ان انت متضايق من غيابه ومتضايق من تغيره معاك. استجاب معاك وتفاعل مع كلامك، خير وبركه، ده مؤشر كويس ان انتوا ممكن انتوا الاثنين تعدوا ازمه انتهاء فرحه البدايات وتخشوا فعلا في العلاقه الحقيقيه. اوكي، ما استجابش معاك واصر على عناده او اصر على استغنائه، ساعتها جود باي. انا بذلت مجهود لحد اخر لحظه، فبالتالي مفيش فرصه 1% تخليني انا ابص لورايا واقول انا كان قدامي ان انا احل وما حلتش. فدي حاجه هتريحك انت مهما كان الموضوع سيء. الاختيار التاني، وده متعلق اكتر بفكره الشخص اللي سابك في نص الطريق بعد انتهاء فرحه البدايات بفتره طويله جدا. هنا انت هتعمل حاجه اسمها نزع الصلاحيات. يعني ده جزاتي انا عشان كنت طيب معاك وكويس وباين لك مشاعري وفتحت لك قلبي وما عملتش معاك الحركات بتاعت التقل وما كنتش خبيث، فده يكون جزاتي انك تضمن وجودي بالشكل ده وتتعود على اللي انا بعمله، وعارف ان انا مش هعرف اوقفه، وعارف ان انت كلما هترفضني انا هجري وراك. ده جزاتي. طيب انا هنا علشان اكراما لنفسي وعشان اطلع من الورطه اللي انا فيها قدام نفسي، انا هنزع الصلاحيات دي، سحب البساط. متعود ان انا اسال عليك واكلمك باستمرار رغم انك انت اللي ما بتسالش وما بتتكلمش، ورغم انك عارف انك انت برغم انك ما بتسالش وما بتتكلمش انا هفضل اسال واتكلم. طيب انا النهارده مش هسال ولا هتكلم. طبعا شيء هيتعبني انا وهيضايقني في الظرف اللي انا فيه، وبلاز بليز يا كوتش ابراهيم بلاش انا دي الحاجه اللي مخلينا اصلا نتكلم مع بعض. انا لو بطلت اسال عليه مش هيسال عليا. طب هل انت كده هتكون مبسوط؟ هل انت اكرمت نفسك؟ فهو وارد جدا يرجع يدرك قيمتك، بس انت لما تبطل تديله الصلاحيات اللي انت كنت متعود تديها له بشعار الحب او تحت شعار الحب. تمام، الشيء ده ممكن يدفعه دفع ان هو فعلا يحس بالخوف، فير اوف لوس، خوف من الفقد اللي ما كانش بيحسه من كتر ما انت موجود قدامه ومش مديله الفرصه ان هو يحس بفقدك. تمام، انا سايبك مش بتكلم معاك، انت اللي تيجي تكلمني، انا مش بسال فيك، انت اللي بتسال، انا مش براعي مشاعرك، انت اللي بتراعي مشاعري، انا مش باقي عليك، انت اللي باقي عليا، فبالتالي انا قاعد باشا، انت اللي بتبذل مجهود. لما تبطل تبذل مجهود الشيء ده هو اللي هينور الهنت جوايا وهيجبرني ان انا اتمسك بيك. فبرضو انا بقول لك ده مؤشر، يعني هو لو عمل كده تمام وادرك قيمتك وبدا هو يجري وراك، الموضوع انت استيل لازم تعمله. يعني مش مجرد ان هو رجع وحسيت ان هو اتكلم معاك بطريقه كويسه ترجع تاني زي الاول تعمل الصفحات. يعني لو احنا ما عملناش حاجه اصلا، انت كده ممكن تزود ضمان الوجود اكتر، فتضطر ترجع تبدا تاني من نقطه الصفر. فيكون الموضوع بالنسبه لك هو سيستم، انا بزكي نفسي، انا افرطت في حق نفسي وبذلت مجهود عشان شخص يكون موجود معايا، فبالتالي انا ادركت غلطي ده وصلحته وبطلت اديله الحاجات دي مما خلاه يدرك قيمتي. فلما ادرك قيمتي وجا برضو الحاجات دي مش موجوده، هتبقى موجوده لما انت تستحق ان انا اديها لك عن طريق وجودك معايا. فبدون تشتت، انا مراعي شعورك جدا وعارف قد ايه الموضوع سيء. استفتي قلبك وحاول على قد ما تقدر انك تقعد قعده صادقه مع نفسك وتطمن نفسك والحياه ما انتهتش، وحاجات كتيره جدا ممكن تتغير. والمشاعر يعني القلب سمي قلب لانه متقلب، ممكن حد بيموت فيك النهارده يكرهك بكره، وحد بيكرهك النهارده يموت فيك بكره. تمام، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فانا بنصحك من دلوقتي تقعد مع نفسك وتختار من الخيارين دول. هتعمل ايه؟